يا ولاد اللعيبه، لا هو بجد ايه ده والله؟ تشكيل عصابي، تشكيل عصابي ده صح. المنتخب منتخب ايه بقى؟ عملت حلقه، عملت فيديو صغير كده قبل الماتش وبتاع. قلت من النادي الاهلي تشكيلته بتبقى بادئه المباراه، الراجل بادئ بسبع لعيبه من الاهلي، في وسط ما الاهلي اصلا مستوى واقع، الدنيا واقعه والفرقه واقعه والدنيا بايظه، الراجل بادئ بسبعه من لعيبه، وقلت ربنا يستر. فايه ده بقى؟ مين دول؟ ايه اللي حصل ده؟ تلات تجوان، اول تلات تجوان اهداف برعايه النادي الاهلي. شفت بقول لك افلام برعايه روتانا سينما، افلام برعايه النادي الاهلي، ثلاث تجوان برعايه الاهلي. حته بقى لعيبه النادي الاهلي، انت ده شكلك اللي بتلعب بيه عندي؟ لا، الناس دي قلنا مش خايفين حد، مش هايبين حد. الناس دي يعني انا شفت كده، اتاكدنا النهارده وكل الناس اتاكدت ان الراجل ده هو ما بيلعبش، هو بيلعب هنا عشان هو خايف ان انا رايح العب بطوله كبيره زي كاس العالم، هعمل فيها حنكشه، هيقعدني وينزل مكاني غيري واحد واثنين وثلاثه. لكن في الاهلي قلنا انا عارف ان انا ضامن مكاني، عارف ان انا ضامن مركزي، عارف ان انا مش طالع، عارف ان انا هروح كده كده رايح المنتخب وهناك يحلها حلال، وهم عارفين ان انا هروح المنتخب وهاجي هنا ادي والعب ومش عارف ايه. لكن انت برضو عندك حتة ان هم مش هايبينك، وهي دي اللي موقعه الدنيا. عندك مدرب دماغه تعبان على الله حكايته، مفيش ما بيأديش، بس انت شفت النهارده ان اللاعب لا، لو عاوز يلعب هيلعب. المنتخب بيسحبنا لحتة الاهلي، لان المنتخب 70% منه اهلي. الاهلي شغال، الاهلي لاعبته بتأدي، المنتخب جامد، معروفة بقالها زمان. فانا لا لازما المنتخب ياخدك يوديك للاهلي. ليه؟ عشان انا عارف ان الاهلي شغال، لعبته بتشتغل، المنتخب شغال، بس انا شفت ان انت النهارده ما بتعملش ربع دون عندي، فدون يخلاني اشيل من الجيش واخسر مش عارف من الترجي رايح جاي بكوارث. هي نفس اللعيبه، هي نفس الاشكال، محدش فيهم حلق حتى، هم نفس كل حاجه. فانا عايز اعرف لغزك، الاداره بتاعت الاهلي، حد يبص كده على الرجاله ويعرف ايه الدنيا، ايه اللي حصل، ايه الفكره، بتلعبوا هنا ليه وهنا ما بتلعبوش؟ ايه في ايه دنيتكم معايا؟ لا، عايز اعرف انتوا ايه الدنيا. هم نفس اللعيبه، هم نفس كل حاجه، بس انا بلاقي هنا في المنتخب حميه، وكل واحد بيطلع، بشوف حاجات مش عارف ايه، هاني بيعمل عرضيات، زيزو بيعمل اللي كان بيعمله الاول والاهلي جابه، هوب بقطم، هوب بعمل، هوب بدي باصات صح، هوب عيني شايفه، هوب في الدفاع بدافع، هوب حميه، هوب مش عارف ايه، كل الكلام ده. يا سلام على اللعيبه، يا سلام على الرجاله، يا سلام على لعيبه الاهلي اللي المنتخب جيبهم عشان عارف ان هم هيأدوا. انا عارف ان انا هرجع عندي كام ماتش مهمين جدا هينقذوني باي بطوله اطلع بيها، بدل ما انا ملط كده في الدوري. فعايزين ناخد دي كده، الحته دي كده ناخدها ونشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتلعبش عندي ليه؟ إيه اللي مزعلك مني؟ هل انا فيها حاجه غلط؟ هل انت بقى مش عايز تلعب؟ هل انت ما بقتش هايب اي حد في الفرقه، لا كبير ولا صغير ولا اي حاجه؟ فدي نقطه استوقفتنا جامد جامد جامد، ويعني كل الناس على ما اعتقد الاهلاويه هيتكلموا فيها، ويمكن غير الاهلاويه كمان هيتكلموا فيها، وعارفين ان دي حته. لا، انا شايف النهارده لعيبه فريقي عملت اداء موت، كسبت بيه المنتخب تلات تجوان، كلهم برعايه النادي الاهلي. تلات تجوان مش هتلاقي، ما لازما تلاقي زيزو النهارده عامل بري اسيست وعامل اسيست وجاب جون، اما عاشور مساهم في التلات تجوان باي حاجه بقى، باسيست بري اسيست باي حاجه. عندك تريزيجيه جايب جون، عندك هاني صانع جون، تحركات، شايف حاجات ما بتحصلش. فيعني ها، علامة استفهام هنقف عندها، هنتكلم فيها كتير الأيام الجاية، وهنشوف ايه اللي هيحصل الأيام الجاية. عندك ماتش نتكلم بعديه، عندك عودة للدوري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في خلال الموسم الجاي، فربنا يستر عليها برضو. دي منتخب مصر بيكسب منتخب السعودية 4-0 في مباراة كانت قابلة جدا إن هي تخلص 5 و6 و7 و8 عادي خالص، عادي خالص. يعني أنا أصلا ما كنتش هعمل حلقة حتى، يعني اي كلام كده، بس قلت لا، بعد الماتش ده قلت لا، الدنيا لا، حاجه مختلفه. ايه يا جدع؟ مين دول فرقه، يعني انا مش عارف. اتفرج كده على المباراه، منتخب السعوديه منتخب نازل، يعني احنا طيب قلنا مثلا عادي، ممكن طبيعي انك ممكن تكسب عادي، سكوادك مش سكواد مش وحش، بس احنا شايفين ان السكواد اصلا يعني 70 80% منه اصلا اهلي، اللي هو اصلا مستواه واقع بقاله فتره. فانت نازل بالسكواد ده تلعب بين منتخب السعوديه اللي يعتبر واقف على حيله ومعاه مدرب والدنيا حلوه، بتنزل بسم الله الرحمن الرحيم كده، اول 4 دقايق جون كوره من امام
زيزو اللي بيروح وبيديها لإسلام عيسى اللي بيلم الحارس وبيحط الكورة. والجون الأول، أول جون صناعة زيزو، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني جون من إمام لزيزو، الراجل بيروح بيوقف بيريح لهاني اللي جاي شالها من مرة واحدة. تريزيجيه التاني، الجون ده أصلا برعاية النادي الأهلي لوحده، الجون ده بس كده لوحده كده برعاية النادي الأهلي. الجون التالت إمام لزيزو بيشيلها لوب من فوق الحارس. الجون التالت 3 أهداف في 44 دقيقة، ده لولا أصلا يعني لعيبة المنتخب كمان رخت شوية انت كنت ممكن تطلع الشوط الاول ده يعني اكتر من كده عادي خالص. لكن ان انت تلاقي اصلا 4 يعني 3-0 في الاول كده، انت حاجه دي جديده عليك اصلا. انت بقالك قد ايه اصلا ما بتشوفش المنتخب بيكسب 3 والحاجات دي وبيلعب كوره وبيمشي. كلمه السر النهارده لعيبه النادي الاهلي، كلمه السر لعيبه النادي الاهلي اللي اصلا مستواها واقع بقاله فتره كبيره، والناس كلها اتكلمت والناس كلها قالت والناس كلها اصلا كانت كده اتكلمت على قائمة المنتخب ان انت واخد 9 من لعيبة الاهلي اللي هو اصلا الدنيا واقعة عنده. واللعيبة يعتبر اللي انت واخدها دي اصلا كلها مستوياتها في الارض. بتبدأ كمان النهاردة الناس بتلاقي ان في 7 من ال9 دول اساسيين مع المنتخب ورايحين يلعبوا السعودية. ان المنتخب مش سهل خالص على فكرة، بس النهاردة شفنا مستوى لمنتخب السعودية واقع. منتخب يعني حرفيا انت لعبت عليه كوره وكلت عليه عيش، وكنت ممكن تديله سكور تاريخي يقعد حافظينه مثلا وفاكرينه كده لمده مثلا 100 سنه ولا حاجه. لعبتك النهارده يعني تحس ان هم استكفوا بالاجوان اللي جت. طبعا الجون الرابع لعمر مرموش ده 56، الراجل قبل ما يطلع حتى بيقوم معادل ويقوم حاطط واحده كده تاخد ايد الحارس وتخش جون. بس المباراه عموما بقى لا في حاجه انا على فكره ما رضيتش يعني ما عملتش الحلقه غير لما سمعت الشوط الاول كمان من ماتش اسبانيا وصربيا اللي بتلعب دلوقتي. اسبانيا ماسكه صربيا بتلعب بيها لحد الشوط الاول، خلصوا 2-0 لاسبانيا. يعني عايز اقول لك اسبانيا بتمشي كرة لدرجه خلاص انا مش عارف انا بقول ايه. انتوا عايزين تخشوا بالكرة الجون، انا فاضل لهم شويه يخشوا بالكرة الجون، هو ده اللي هم عايزين يعملوه. بس لكن الطبيعي اسبانيا مثلا كسبان مثلا الماتش ده الشوط الاول 4-5، هم كمان بيمشوا كرة يعني كتير قوي. ممكن واحد فيهم يشوط ولا يعمل اي حاجه، ولا مين حط واحده في العارضه. فانت برضه هتتكلم على الماتش ده ان هو ماتش حلو وجميل ولعبنا كرة وكل الكلام ده حلو، بس برضه هتتكلم على الماتش الجاي كلها ماتشات وديه، بس الود بيأهلك للماتشات الرسميه اللي انت رايح تلعبها. فانت هتتكلم بقى هل انت في الماتش الجاي ده هتأدي بشكل حلو، هتلعب ازاي، ايه هتبقى خطتك، مين هتبقى لعيبتك، تشكيلتك اللي هتنزل في الملعب فعلا تختارهم صح ولا عشوائي. طبعا حاجه برضو من الاسامي يعني من الحاجات الكويسه النهارده اللي الجمهور فرح بيها عوده طبعا منعم اللي يعني الحمد لله على سلامته، واحد من اعماد المنتخب وواحد يعني اللي طبعا مع جمهور الاهلي طبعا يعني احنا بالنسبه لنا الراجل ده اللي عمل معانا حاجات كتير وليه معانا ذكريات يعني. فالحمد لله على السلامه المنعم. وبرضه هيثم حسن اللي انا من اول ما الراجل ده جه وانا شايف ان الراجل ده الجبهه بتاعت صلاح دي اتنشطت جامد جامد جامد، وهيبقى عندك واحد بيجري وبيتحرك وبيفتح مساحات وبيباص وبيطلع زمايله ومش عارف ايه. يعني انا شفت النهارده ان الراجل ده كان عاوز مثلا ياخد الجراءه سنه. برضه الراجل لسه اول ماتش بتاع مش عايز بقى يبين لهم ان انا بقى بشوط وبأنن وبتاع، لا كل كره بيجيله ممكن يشوط وممكن يودي ايه، بيقوم مباصي مثلا بيقوم مطلع مش عارف ايه، مش عايز يأنن جامد. الراجل النهارده يعني اكتشاف مكسب جامد قوي للمنتخب بصراحه، مكسب جامد. يعني عايز بقى تتفق بقى معايا اتفق. شايف ان بقى صلاح هو برضه حلو مش عارف ايه. صلاح مع ليفربول كده كده عارفينه وما بنتكلمش عن حد يقدر يتكلم ولا يعيب في صلاح. الراجل ده عامل تاريخ بره، لكن معاك هنا مفيش. الجبهه هتشتغل. شفنا النهارده يعني برضه انا في الاول ما كنتش فاهم التشكيله برضه الصراحه، مش عارف مين الجناح، اسلام عيسى ولا تريزيجيه، مين فيهم بيلعب هنا، مين بينزل مين بيطلع، مره تلاقي ده مره تلاقي ده. بس اجماليا الماتش كان ماشي شغال، مش واو عشان انت برضو بتلعب قدام فرقه يعني انا مش عارف مين دول برضو. منتخب السعوديه ده المنتخب اللي كان بيلعب مع الارجنتين وكسبها، هو مش عارف ايه وبتاع، منتخب حميه وبيجري وبتاع، منتخب له ناشئين ولا هو مثلا مريح الاساسيين بتوعه ولا مش عارف ايه، لا بادئ بالناس بتاعته. مفيش بس يمكن غياب عندهم لاعب في الدفاع كده اللي جاله صليبي ربنا يشفيه يا رب، وعندهم سالم. يمكن دي الاثنين اللي هم التقال بتوعهم اللي غايبين. بس يعني غير كده لا، بيلعبوا بسعود عبد الحميد وكانو ومش عارف ومين ليله. فانت النهارده يعني مش عارف ايه الماتش ده نظامه مشي ازاي، بس انت النهارده عرفت تسيطر على الماتش، عرفت تاخد كل الحاجات دي
وكل نقط الضعف اللي عندهم تستغلها لصالحك. عرفت تلعب ماتش فعلا يليق باسمك كمنتخب مصر. لعبت ماتش يليق بسكوادك وبامكانيات لاعيبتك اللي عندها كتير قوي ولسه ما طلعتش منه اي حاجه يفيد بيه المنتخب. اللعيبه دي قلنا وكله اتكلم ان الناس دي لو طلعوا بس 50-60% من امكانياتهم انت تعدي كاس العالم، مثلا تعدي المجموعات عادي. الناس دي لو طلعت 100% توصل لادوار متقدمه في كاس العالم وتاخد افريقيا وانت مرتاح، مش اللي احنا بنشوفه في افريقيا. فانا دلوقتي بقيت بين يعني نارين محتار. منتخب لعب حلو وقسم ومشى كوره ومش عارف ايه وتحركات ونقلات ورفعيات وببص وبرجع وحميه ودفاع ومش عارف ايه، كلام جميل جدا وفرحانين ومبسوطين وكل الكلام ده حلو على دماغي. الاقي الناحيه التانية عندي ماتش اسبانيا الماتش الجاي، خايف مقلق عارف اللي هيحصل، عارف الخطه، هنزل ادافع قدامهم بخمسه ومفيش مرتدات ومش عارف العب على المرتده ومش همشي كوره واللعيبه رجاله بتخبط في بعضها والدنيا خربانه، عارف. فاتمنى ان كل ده يبقى من وحي خيال انا، وان شاء الله ونشوف يعني ماتش عالي قدام منتخب اسبانيا. على فكره الناس مش هتعيب فيك خالص لو انت خسرت قدام اسبانيا. طبعا منتخب اسبانيا يعني مش محتاجين نتكلم عنه، بس اظهر قدامه بشكل محترم يخلي لا تمام. انا لعبت المنتخب اللي لعب قدام السعوديه لعب النهارده، بس لعب قدام يعني منتخب امكانياته اعلى، فعرف عرف يعمل قدامي حاجه، عرف يكسبني، عرف ايا كان ممكن تكسبه ممكن تتعادل، مش بعيد. احنا بنلعب كوره وارد اي حاجه تحصل، لكن ما انزلش بدافع مش عارف العب، مش قادر اقف على رجلي، مش عارف اطلع كوره، خايف كل باصه بتتلعب غلط. النهارده شفت اتفرج على منتخب السعوديه كل باصاتهم يعني 60-70-80% من باصاتهم كلها غلط، اكتريتها غلط. فيعني انت استغليت اديتهم 4 كانت ممكن تزيد جامد. فما بالك انت بقى لو بتلعب قدام اسبانيا بنفس شكل السعوديه ده انت بتلعبهم بيه، على ما اعتقد الماتش ممكن ما يخلصش 4 خالص. فيعني ربنا يستر الماتش ده ماتش ممتاز على صعيد اللعيبه كلها ادت، ما فيش حد فيهم وحش. في بس حته اللي انا كان في احسن من كده شويه، كنت ممكن تقرص على نفسك اكتر من كده، تطلع ماتش اعلى من كده، تطلع سكور اقوى من كده. بس اللعيبه يعني برضو كان في سنه فزلكه، كان في سنه بطء. لا الحوار ده لو اشتغلنا عليه سيبك من ماتش اسبانيا، لو عرفت تعمل اللي انت عملته ده بطريقه احسن شويه واعلى شويه وقفت على رجلك شويه قدام اسبانيا، تعمل قدامهم ماتش حلو، مش لازم تكسب بس المهم ان انت تعمل قدامهم ماتش حلو ماتش كويس، ما تضيعش المجهود اللي انت عملته في الماتش ده في مستوى سيء هيبان قدامهم الماتش الجاي. لا اعمل قدامهم ماتش كويس، العب كورتك، اهدى، انزل، انت بتلعبش ما محدش هيموتك، العب كورتك العاديه، هم لعيبه انت لعيب، طلع كوره زي الناس، طلع كوره شكلها نضيف من رجليك، ما تبوظش الدنيا، ما تبوظش الماتش اللي الناس فرحانه بيه وفرحانه بشكلك وبادائك بماتش هتعمل مثلا اداء كارثي او اداء سيء احنا يعني حافظينه وعارفينه. فلا انت تقدر تعمل اكتر، تقدر تطلع ماتش عالي قدام اسبانيا، غير ان انت بقى دلوقتي قدامك كام يوم هم الماتش يوم الثلاثاء الجاي الساعه 9 ان شاء الله. فانت قدامك انك تقعد تتفرج على منتخب اسبانيا، مين اللي ينزل، مين اللي يعمل ايه طريقه لعبهم، بيلعبوا ازاي، بيمشوا ازاي، اقفل لهم ايه، انزل لهم مين هنا انسب، مين هنا احسن. كل الكلام ده هيبين فعلا ان انت مدرب بتشتغل على النواقص، مش مجرد بس يعني لا مدرب مش عارف ايه، لا انا بروح اكسب اي كلام بتعدي معاه فبعدي. لا انا راجل ببص على الفرقه اللي قدامي بشوف ايه نقط الضعف بتاعتها، ايه مش عارف ايه، بلعب عليه وبشتغل عليه وبكسب. فحبيت اطلع اتكلم، ما كنتش عايز اعمل حلقه الصراحه، بس قلت يعني بعد الاداء اللي انا شفته من لعيبتي دي اللي ما بتعملش بقى حاجه عندي، قلت لا لازم اطلع واتكلم في اللي انا شفته واللي حصل. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما كنتش طولت عليكم، ما كنتش رخمت عليكم، واعمل بقى لايك، اعمل اشتراك، وسلام.